بعد شهر تقريبا من شغل كيتا في الامارات حبيت اوضح للناس آلية الشغل هنا، ازاي بتحسب الفلوس ونظام القبض بيكون ازاي وايه المطلوب منك عشان تضمن مرتبك كامل. كل اللي هقوله دلوقتي مبني على تجربه شخصيه وفهم للنظام، عشان الناس اللي بتسالني كل يوم تبقى عارفه الصوره كامله. معلش الفيديو طويل شويه بس انا لمم لك كل تفاصيل كيتا في 8 نقط في الفيديو ده، استحملني شويه. اول نقطه نظام التوظيف. كيتا وغيرها من شركات الدليفري في الامارات مش بتوظف بشكل مباشر، التوظيف بيكون دايما عن طريق مكاتب او شركات توصيل متعاقده مع كيتا. يعني لما تشتغل في كيتا انت فعليا تابع للمكتب اللي بيشغلك مش الشركه نفسها. تاني نقطه نظام الراتب. الراتب الثابت في كيتا 4200 درهم، بس الراتب ده مشروط انك تشتغل من 23 ل 26 يوم في الشهر، واقل حاجه في اليوم 10 ساعات شغل، وكمان لازم تعمل 10 اوردرات في اليوم على الاقل. لو ما عملتش ال10 اوردرات يبقى لازم تكمل 12 ساعه شغل في اليوم عشان اليوم يتحسب لك. ثالث نقطه مواعيد القبض. كيتا في الغالب القبض فيها بيكون يوم 10 في الشهر او بعد منه بيومين ثلاثه، لان اغلب المكاتب اللي بتشغل الدليفري بتقبض في التوقيت ده، نادرا جدا لما تلاقي مكتب بيقبضك يوم 5 او قبل كده. رابع نقطه نظام الشفتات. كيتا مقسمه اليوم على 7 شفتات، كل شفت مدته ما بين ساعتين و3 ساعات و4 ساعات على حسب الظروف. الشفتات دي بتنزل كل يوم 4 الساعه 4 العصر، ومطلوب منك انك تحجز شفتات الاسبوع كله في الوقت ده، ولازم تحجز على الاقل شفتات مجموعهم 10 ساعات في اليوم. بس خلي بالك اي شفت تحجزه لازم تشتغله، لان لو شفت واحد راح منك اليوم كله مش هيتحسب حتى لو اشتغلت 24 ساعه بعد كده. خامس نقطه حساب الاوردر. كل اوردر في كيتا بيتحسب ب 8.5 درهم توصيل، ويتضاف عليه درهم ونص مكافاه لو وصلت في الوقت المحدد، يعني اجمالي الاوردر 10 دراهم. لكن لو اتاخرت حتى دقيقه واحده عن الوقت المحدد للمطعم او العميل المكافاه دي بتروح عليك والاوردر بيتحسب عليك ب 8.5 درهم. سادس نقطة مواعيد الذروة، البونص الإضافي. كيتا عاملة نظام بونص إضافي في أوقات الذروة، وهو من 11:30 الصبح لحد 3 العصر، ومن 5:30 المغرب لحد 12 بالليل. في التوقيتات دي الأوردر بيكون عليه بونص إضافي. في زون مارينا البونص بيبقى 8 درهم زيادة، في زونات تانية البونص بيكون من 5 درهم لحد درهم واحد على حسب المنطقة. يعني مثلا لو الأوردر ب 10 درهم في زون المارينا وقت الذروة بيوصل ل 18 درهم. بس أنت مش بتاخد الفلوس دي كلها، وكمل معايا الفيديو للآخر عشان تفهم ليه وإزاي. سابع نقطة البونص الأسبوعي أو المسابقة. كيتا كمان بتعمل بونص أسبوعي زي مسابقة، يعني مثلا لو عملت 20 أوردر في اليوم تاخد 300 درهم، لو عملت 15 أوردر تاخد 200، وده كله زيادة على المرتب الأساسي بتاعك. تامن نقطة، لو افترضنا ان انت ما كملتش ال 26 يوم او حتى ال 23 يوم اللي مطلوبين منك، هتقبض ازاي؟ ساعتها مش بتاخد الراتب الاساسي، لكن بتاخد المبلغ اللي في اجمالي دخلك، اللي هو قيمة الاوردرات زائد البونص الاسبوعي بس من غير راتب. اما لو التزمت بالايام المطلوبة بتاخد الثابت بتاعك 4200 زائد البونص، لكن من غير ما يتحسب لك فلوس التوصيل الفرديه اللي هي خدمه الشحن. وخلينا ادي لك مثال للتوضيح. لو افترضنا ان اجمالي دخلك على الابلكيشن الشهر عامل 4000 درهم، منهم 2000 بونص و2000 خدمات توصيل. لو التزمت ب 26 يوم زي ما قلنا قبل كده هتاخد 4200 الراتب الاساسي زائد 2000 بونص، يبقى المجموع كله 6200 درهم. لكن لو ما التزمتش هتاخد ال 4000 بس اللي هم 2000 بونص و2000 توصيل اللي موجودين في الابلكيشن. خلاصه الموضوع نظام كيتا واضح جدا، كل ما تلتزم اكتر تكسب اكتر. المرتب ثابت بشروط الالتزام، اما لو اشتغلت اقل بتتحاسب على شغلك الفعلي فقط. وده كان شرح كامل لطريقه الشغل والقبض في كيتا على قد ما فهمت من تجربتي الشخصيه. لو في اي استفسار او نقطه عايزني اوضحها اكتر سيبها في الكومنت وانا هرد عليك بالتفصيل.